وعلى الفيزان وتساوم. ما تعطون 1700 دينار ما اصعد، ما تعطون 1500 ما اصعد. اخلص هذا تبي تواجه الامام الصادق سلام الله عليه. نفاق. وين الاخلاص؟ وين العمل الصادق؟ احنا اوادم احنا مسمينا اوادم لو حمقاء. تفضل تعال شوف فلوس الخمس تلعب لعب مولانا، مخزنه بالبنوك ويبنون بها عمارات ويبنون بها كذا ويعطون جماعتهم، ولا مو من جماعتهم ما يعطونه، وهذا مو من خصمه ومو من سيسنا مو من جماعتنا ما نعطيه، وهذا لأن ويانا نعطيه. يا اخي هذا مؤمن شيعي 12 يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ليش ما تعطيه؟ لانه يقلد فلان مرجع او يقلد فلان مرجع او من فلان جماعه. يا حكي هذا. ويفصح الخوئي عن الصورة الحقيقية لبيت المرجع الشيعي، بيت مربي الأجيال الشيعية الذي يقود ويوجه المجتمع الشيعي. هسه ما لنا شغل. عمي راح صار نصراني، واخوة سيد جعفر المرعشي راح صار نصراني، وابن عمي يشتغل بالملهى، وبنت عمي تشرب ويسكي. عرفت؟ هاي ما لنا شغل بيها. خو ما حكيت على اخرين، دا احكي على قرايبي. ها؟ اي. وعمي الاخ بيتزوج وحده متزوجه. والله يقال ان اهل البيت اعلم بما فيه، فأنا ماذا أعلق على هذا إذا كان ابن البيت ابن أهل البيت يقول هذا الكلام ويقول الرذيلة وحصلت في بيتهم ويضرب أمثلة. الفساد ينبع من الاعتقاد الغير صحيح، ولذلك احنا عندنا في الدين الإسلامي أنه كلما كانت العقيدة صحيحة كلما كانت العبادات، كلما كانت الأخلاق، كلما كانت المعاملات صحيحة. هؤلاء العقيدة عندهم فاسدة، العقيدة عندهم فاسدة. إذا كان الرجل منهم يعتقد أن الله ينسى، إذا كان الرجل منهم يعتقد أن الله تبارك وتعالى يعني يبدو له بعض الأشياء التي لم يكن يعلمها، فماذا يكون حال المعتقد؟ انظر إليهم، هم يعتقدون زواج المتعة، زواج الايه؟ المتعة، بل يجعلون من الثواب ومن الأجور ومن الدرجات الكثير والكثير لمن تمتع بامرأة، لمن تمتع بامرأة. الأخلاق عندهم منحطة، الأخلاق عندهم منحطة. ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى مستوى منحط يمنح صاحبه أعلى مكانة دينية شيعية. يعني تقصد اللواط والزنا ويجي خليها بصراحة أحسن. أنا هذا الشيء هسه ما جاوبك عليه، لأنه السيد اللي أعارني أمامه شرط علي والعقد شريعة المتعاقدين، ولكن أي إنسان ممكن مرته تكون زانية، بنت تكون زانية، ابنه يكون ملوط به، بس المشكلة إذا هذا الملوط به يصير مرجع أو متمرجع أو متأمم يصير إمام. إن هذا المستوى المتردي لعلماء الفكر الدخيل هو انعكاس طبيعي لواقع أفرزهم، فهم صناعة العدو الخارجي، وهم خريج الحوزات العلمية
فما الذي يجري داخل أسوار هذه الحوزة العلمية؟ يكشف مرشد الثورة الإيرانية علي خامنائي عن عدم اهتمام الحوزات العلمية في القرآن الكريم، المصدر الأول للتشريع، حيث لا يتم تدريسه فيها. فيقول: مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة. لماذا هكذا؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن. هي الحوزات هذه هي عبارة عن غرف في سراديب، يعني لا البعض يتصورها كأنها مدارس لها كيان معين وأبنية وكذا، لا، هي غرف أو محاجر وسراديب هنا وهناك منتشرة في مثلا مدينة النجف، يدرسون فيها أكثر ما يدرسون المنطق واللغة والفقه وعلم الكلام وما شابه. لا يدرسون فيها قرآن ولا يدرسون فيها سنة ولا يدرسون فيها تاريخ. فيتخرج هذا المتخرج من هذه المدارس وهو لا يفقه شيئا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا يعلم عن تاريخ الإسلام شيئا إلا ما تعلمه من هؤلاء النواحين اللي يتكلمون وينوحون على المنابر، ويدرسون في هذه الغيران والسراديب، يدرسون الحقد على الأمة ويتعلمون كيف يتآمرون عليها. وهناك تنتشر يعني في الأقسام الداخلية أو في أماكن المنام تنتشر علاقات العياذ بالله منها لا نريد أن نفصل فيها، ويجدون في فتاوى المراجع ما يذلل ذلك وما يسهله. فهي مدارس تخرج ناس متآمرين على البلدان التي هم فيها، وتخرج أناس في غالبهم، لأننا نحتفظ بالاستثناء، لا يمكن كل الناس يعني يكونوا هكذا. أنا أتكلم من الناحية الخلقية، أما من ناحية العقيدة ومن ناحية الدين فانحراف كامل يعني عن دين الله، لا كتاب ولا سنة. وإيش يعني يدرسون إيش يعني هؤلاء؟ يعني فيتخرجون منحرفين ماليا وإلى ذلك من الانحرافات. كثير جدا ممن هداهم الله يقولون كانوا شيعة يقولون ان الحوزات هذه مفرخة للجهل والتقليد، وان خرجوا منها ان الذين يقومون بالتدريس في الحوزات لا يؤمنون بالقرآن لأنهم ما وجدوا فيها تدريس للقرآن ولا علومي، بل وجدوا تدريس للمرجعيات وآراء وأفكار فقط. الشاهد أنها مفرخة لتخريج جيل أو يعني همج من المقلدين من الشيعة بدون علم وبدون فقه وبدون أي أداة من أدوات العلوم الشرعية.